حكام ألمان تاني. الأهلي والزمالك بكرة بحكام ألمان. طالما الألمان بتوع ماتش بيراميدز ذبحوا الأهلي وظلموه ظلم فادح، يبقى نكرر الألمان علشان دول شاطرين في يذبحوا الأهلي. يمكن الأهلي يتوب وما يطلبش حكام أجانب تاني. جايبين حكم دولي السنة دي بس، أول سنة يبقى دولي السنة دي، اسمه ماتياس جولنبيك من ألمانيا. عمره ما لعب كرة قدم، عمره ما أدار مباراة دولية واحدة في تاريخه. ما لعبش منتخب ألف ضد منتخب ب على الإطلاق في تاريخه. جايبين حكم عمره ما لعب ماتش في الشامبيونز ليج في تاريخه. جايبين حكم عمره ما لعب في يوروبا ليج في تاريخه. هو احنا دافعين فلوس 70-60 ألف دولار عشان تجيبوا لنا حكم نكرة عمره ما لعب ماتش مهم في تاريخه؟ الماتش اللي فات جبتوا لنا حكم نكرة، والماتشة دي حكم نكرة، والاتنين من ألمانيا، والماتش اللي فات ظلمنا بفجور. في ايه؟ في ايه يا بلد؟ في ايه يا مصر؟ الأهلي عامل لكم ايه؟ الأهلي أذيكوا في ايه؟ حكم مش حكم ما لعبش ماتش في تاريخه ومعاه 3 في الطاقم مش دوليين خالص، 3 درجة أولى. جايبين مساعد درجة أولى اسمه جوناس فايكن ماير، مش دولي. جايبين حكم رابع اسمه توبياس راشل، مش دولي. جايبين حكم فيديو اسمه هنريج براملاج، مش دولي. ايه والنادي الاهلي يقدر يعترض؟ ما يعترضش. ده الكبار اللي مبوظين النظام في البلد، اللي مبوظين البلد مش النظام، اللي مبوظين البلد منعوا إدارة الأهلي من الاستماع ومن الاجتماع ومن الاعتراض، ومنعوه من الكلام.